السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. كنا اتكلمنا عن مباراتين اللي هما البنك الأهلي وبيراميدز والزمالك والمقاولين، وفي بلدية المحلة وسموحة. كان سموحة أفضل على مدار الشوط الأولاني وعنده إصرار أكتر وفرصه أكتر، حتى أحرز هدف عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 43 ويقدر يخرج بالشوط الأولاني 1-0. البلدية نزل ضاغط حوالي 8 دقايق او 7 8 دقايق، نزل ضاغط، ثم هدف من ضربة جزاء لسموحة 2-0، ويقدر سموحة يخرج بالمباراة فوز عشان يبقى 4 نقاط. بس انا شايف ان فرقة البلدية، انا مش عارف، هم لا اما باين عليهم الاجهاد شوية، لا اما مش مصدقين نفسهم بعد المباراة اللي كسبوها نادي المقاولين، لان مش هو ده البلدية بتاع مباراة المقاولين. المباراة التانية فيوتشر والداخلية كانت مباراة قوية. الداخلية أحرز هدف في الدقيقة 43 من خطأ غير طبيعي من جنش، ثم هدف التعادل لفيوتشر عن طريق صاروخية عمر كمال المدفعجي مع المنتخب، هدف من قذيفة وبنفس الطريقة، خدها كرباك لبست في وش رجله راحت، ثم هدف ثاني من ضربة جزاء عن طريق أحمد رفعت. ضربة جزاء للداخلية في الدقيقة 97 أضاعها المستهتر أجويرو. سيبك من إن هما بيتكلموا إن هو اتغرم هو واتنين لعيبة إن هو يشوط أو ما يشوطش، بس هو حطها يمكن من أسوأ ضربات الجزاء اللي الواحد شافها. وقدر فيوتشر يطلع بالعلامة الكاملة 6 بونت. ثم إنبي وطلائع الجيش حبايب بونت وبونت. ثم أبناء سويرس ولاد العم زي ما بيقولوا أو ديربي سويرس، تعادل في اول 45 دقيقه الشوط الاولاني، خرج تعادل، مباراه متوسطه. ضربه جزاء يحرز منها هدف محمد سمير في الدقيقه 80 علشان يتقدم زد، ويقدر زد ينهي المباراه برضه بالعلامه الكامله. مهم ان فرقه تبقى لسه صاعده تاخد 6 بونت ورا بعض. ثم المصري وفاركو، الشوط الاولاني كان شوط متوسط، ثم هدف ضربة جزاء ضيعها، ثم هدف في الدقيقة 54 في بداية الشوط الثاني عن طريق ميدو جابر، وضربة جزاء لفاركو ما اتحسبتش. انا شايف يعني ضربة جزاء ما فيهاش كلام، لان حسين السيد استخدم ايده الاثنين وباينه، والحكم راح شافها وبرده ما اداش ضربة جزاء، معرفش ليه. وقدر المصري انه ياخد 3 نقاط مهمين بعد هزيمته من الاهلي اللي كان عندهم سنة احباط، يخرجوه من اللي هم فيه. ثم افضل مباراة معانا في الاسبوع مباراة الاسماعيلي والاتحاد، هدف في اول 5 دقايق للدراويش، اللي انا شايف ان شكلهم اتغير بفضل فكر ايهاب جلال عن المباراة الاولانية. ايهاب جلال والناشئين اللي هو اداهم ثقة وهم قد المسؤولية. هدف من ضربة جزاء عن طريق النقاز، ثم هدف من مابولولو في الدقيقة 30. مابولولو فرود غير طبيعي يا جماعة، بيجيب أهداف، يمكن الراجل بيجيب أهداف بكل الطرق بصراحة. يعني الراجل استلم في ال 18 وقطم وراح حاطط وش رجله جون. ثم هدف تاني للإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 38. ثم هدف للإسماعيلي في أول 5 دقايق من الشوط الثاني لياو النور، نجم المباراة ومان اوف ذا ماتش. وانا شايفه بصراحة ياو النور لعيب جامد قوي يا جماعة من السنة اللي فاتت، بس عايز ياخد فرصة ويستاهل ان هو ياخد افضل لاعب في المباراة دي. افضل مباراة حتى تلاقيها في الاخر هديت شوية، مش علشان النتيجة، من كتر المجهود اللي اللعيبه عملته على مدار ال70 دقيقه، جم في اخر تلت ساعه تلاقي ايه؟ في سن البطء، في سن التعب. بس الناشئين
الولد الباك ليفت اياد العزقلاني ومروان حمدي والسباعي، الناشئين بتاعت النادي الاسماعيلي مستقبل النادي، والراجل اعتمد عليهم ولسه هيجوا وهيبقوا افضل من كده، وهيحطوا النادي الاسماعيلي لو خدوا الثقه زي ما خدوها النهارده، هيحطوا النادي الاسماعيلي في حته كويسه في الجدول غير السنتين ثلاثه اللي فاتوا. اخر مباراه مؤجله النادي الاهلي ونادي سيراميكا، وبكده يبقى ب9 مباريات، وان شاء الله باذن الله اشوف حضراتكم على خير. السلام عليكم.